سلام. سلام بناتي، كنتمنى تكونوا في قمة الحمد والشكر والامتنان. باش تبني عمارة جديدة خاصك تهدم الخربة القديمة، وأكبر عائق كيمنع البنات من التغيير هو الإيجو، الغرور الكاذب. كتبغي تبان واصلة وهي ما عندها والو. التصوير كيبدا ملي كتجلسي مع راسك وكتقولي أنا دابا في هاد اللحظة، أنا لا شيء، أنا ما عنديش مهارة، وما عنديش الفلوس، وما عنديش انضباط، وما عنديش قيمة مضافة للسوق. هذا الاعتراف هو اللي كيعطيك عتبة البداية. علاش خاصك تقبلي تكوني لا شيء؟ حيت اللي كيحسب ليه راسو عارف كل شيء ما كيتعلم والو، واللي كيحسب ليه راسو واصل ما كيزيدش خطوة لقدام. كوني مستعدة تباني صغيرة قدام الناس، تباني مبتدئة، تباني جاهلة باش تقدري تسولي وتتعلمي. قبول الدنيوية المؤقتة هو الثمن الوحيد للسيادة الدائمة. تخيلي راسك بحال الكمبيوتر اللي عامر فيروسات وتقال. الحل ماشي هو تزيديه برامج، الحل هو تفورماتيه. مسحي الصورة اللي رسمتي لراسك، ومسحي أوهام العظمة، وبداي من الصفر الحقيقي، الصفر اللي فيه جوع النجاح. علاش كنخافو نكونو لا شيء؟ حيت البشر بالطبيعة ديالو كيترعب من الكلمة ديال الفراغ. ملي كتكوني لا شيء كتكوني عيانة قدام الحقيقة ديالك. ما عندكش منصب تخباي وراه، وما عندكش إنجازات تفتخري بيها، وما عندكش ماسك تعجبي به الناس. هاد العراء النفسي هو اللي كيهربوا منه الناس بالضجيج والتفاهة. المشكلة الكبيرة هي ضغط المجتمع المغربي والسينما والسوشيال ميديا كيردعونا واحد الفكرة مسمومة: خاصك تباني عارفة كل شيء. إلا قلتي ما عرفتش كيحسب ليك باللي راكي ضعيفة. كنشوفوا بنات كيخسروا فلوس ما عندهمش غير باش يبانوا وصلات، وكيضيعوا سنين في كدبة غير باش ما يقولوش الناس فلانة فشلات. هذا الضغط كيخليك تعيشي نجاح مزيف فوق أنقاض فشل حقيقي. ولكن صدمة الوعي كتقول ليك كوني شجاعة باش تكوني نكرة. قبلي باللي راك دابا في القاع، حيت القاع هو البلاصة الوحيدة اللي فيها الأرض قاصحة باش تبني فوقها. ملي كتفرغي كاسك من الأوهام، يالله كيكون عندك فين تخوي العلم والمعرفة الحقيقية. الخوف من الفراغ هو اللي كيشدك في بلاصتك، والاعتراف بالفراغ هو أول خطوة نحو الامتلاء. دابا غندوزو للديتوكس. ميمكنش تزرعي وردة وسط الشوك وتعينيها تكبر. العلاقات السامة هي الغادياتور اللي كيسخن ليك الموتور بلا فايدة. كيفاش تقطعي بلا خجل؟ خاصك تفهمي بلي لا اللي كتقوليها ليهم هي نعم كتقوليها لراسك. ملي كتقولي لا لجلسة خاوية راك كتقولي نعم للمستقبل ديالك. ومن الخطوات العملية، أولا قاعدة الصمت. ماشي ضروري ديري حرب أو صداع، انسحبي بهدوء. بلوك للناس اللي كينشروا السلبية، والناس اللي دائما محتاجينك غير باش يخويو فيك المشاكل ديالهم ويهربوا. ثانيا، قطع تغذية الفضول. ما تبقايش تعاودي الأهداف ديالك لشي حد. ملي كتصفري حياتك كوني غامضة، الغموض هو الدرع ديالك. ثالثا، تطهير السوشيال ميديا. حيدي الفولو لأي وحدة كتحسسك باللي حياتك ناقصة أو كتدفعك للمقارنة، وتعلمي تقولي لا. تعلمي تقولي ما مسالياش، عندي ما يدار، هذا الموضوع ما كيهمنيش. غادي يقولوا عليك تبدلتي، ولكن انتي قولي ليهم تبدلت، حيت النسخة القديمة ماتت. الديتوكس كيجرح في الأول، ولكن هو اللي كيخليك تنفسي أكسجين نقي. الديتوكس ماشي هو الصداع، الديتوكس هو الانسحاب الأنيق. خليني نعطيك أمثلة حية كيفاش تجاوبي بذكاء اجتماعي وبلا قلة أدب، ولكن بحزم كيخلي الطرف الآخر يفهم بلي الحدود ترسمات. الموقف الأول هو الصديقة الندابة اللي كتخوي فيك طاقتها السلبية كل نهار. هي كتقول لك يا أختي الوقت صعبت، وفلانة دارت ليا، وأنا دائما مظلومة. انتي بذكاء خاصك تقولي ليها كنفهمك، ولكن الصراحة حاليا قررت نركز غير على الحلول والأفكار الإيجابية، حيت الطاقة ديالي الذهنية محدودة. واش نقدروا نهضروا في شي حاجة كتزيد بنا القدام؟ هنا كتحرجيها، ولكن بذكاء وبلا ما تهاجميها. الموقف الثاني، الصديقة المتنمرة اللي كتحطم الأحلام ديالك بالضحك. هي كتقول ليك ضحكتيني، واش كيحسب ليك غتولي مقاولة؟ غير ارتاحي.
راه داك الشي غير ديال مواليه. انت خاصك تجاوبيها: انا كنحترم الوجهة ديال النظر ديالك، ولكن انا خديت القرار ديالي وغنجرب راسي. كنفضل نغلط وانا كنحاول على انني نغلط وانا جالسة. كنتمنى تحترمي هاد الرغبة. والموقف الثالث: الضغط اللي كيضغطوا عليك باش تخرجي تضيعي الوقت. كيقولوا ليك نوضي بركة من القراية، الدنيا راه فانية، نخرجوا نتبردوا شوية. انت خاصك تقولي لهم بصحتكم: انا حاليا عندي اولويات اخرى، وموعد راسي نكمل هاد الخدمة مرة اخرى ان شاء الله. وما تعتذريش بزاف، حيت الاعتذار بزاف كيبين الضعف. واش عمرك سولتي راسك علاش العظماء والناس اللي واصلين دائما كينصحوا بترتيب السرير كأول حاجة في الصباح؟ حيت عقلك كيتأثر باللي كتشوف عينيه. الفوضى اللي دايرة بيك هي رسالة كيرسلها المحيط لعقلك الباطن، وكيقول ليه حياتنا مرونة وحنا ما مسيطرين على والو. ترتيب ديال بيتك، المكتب ديالك، وحتى التليفون ديالك هو أول تمرين في السيطرة. ملي كتنقي البلاصة فين كتجلسي كتعطي لعقلك مساحة بيضاء باش يفكر. العقل وسط الخراب كينتج أفكار مخربقة. نظام التصفير المادي كيقول ليك: أولا التخلص من الزوائد. أي حاجة في بيتك ما استعملتيهاش عام لوحيها أو صدقيها. الطاقة ديال الأشياء القديمة كتقتلك. ثانيا صناعة المحراب، خصصي ولو ركن صغير يكون نقي فيه ريحة زوينة، خاص غير بالخدمة أو القراية. هذيك هي البلاصة اللي غتولي هي منطقة الشحن ديالك. ثالثا تنظيف التفاصيل الصغيرة، مثلا الماعن المسخين، الحوايج المرونين. هادو لصوص طاقة كيسرقوا منك التركيز بلا ما تحسي. ملي كيكون الفضاء ديالك مرتب كتحسي بواحد الهبة داخلية، كتحسي بلي انت هي الملكة ديال المكان. ومن تما كيبدا الترتيب ديال الافكار اللي غيوصلك للاهداف الكبيرة. واش كتعرفي بلي المحيط ديالك كيتفاعل مباشرة مع الهرمونات ديالك؟ علم النفس البيئي كيأكد بلي الفوضى البصرية كترفع هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر. ملي كتدخلي البيت مرون دماغك كيحس بلي كاين خدمة ما نكملاش، فكيبدا ينهش في الطاقة ديالك وانتي ما عارفاش علاش مقبوضة. بالمقابل النظام كيحفز إفراز السيروتونين، هرمون الاستقرار النفسي. ملي كتشوفي مكتب نقي دماغك كيرتاح وكيعطيه إشارة، كيقول ليه بلي كل شي تحت السيطرة، دابا نقدروا نركزوا. حاولي تدخلي ضوء الشمس لبيتك، راه كيرفع الدوبامين الطبيعي وكيخليك نشيطة. واختاري ألوان هادئة في البلاصة فين كتخدمي. وثانيا ما تنسايش ترتيب السرير. هاد الحركة البسيطة كتعطي للدماغ أول انتصار في اليوم، كتحسي بلي راك أنجزتي أول مهمة، وهاد الشي كيشجعك دوزي للمهمة اللي تبعاها. وما تنساش الإلكترونيات، حتى سطح المكتب، التليفون والحاسوب خاصهم ديتوكس. كثرة الإشعارات والأيقونات هي فوضى رقمية كتشتت ليك التركيز ديالك. تنظفي المحيط ديالك باش تنظفي الرؤية ديالك. راه ميمكنش تشوفي الطريق بوضوح والجاج ديال الطوموبيل عامر غبرة. رتبي الفضاء غترتبي حياتك. أكبر كذبة كنعيشوها كل نهار هي أنا مشغولة. كيدوز النهار وانتي كتجري، وفي الآخر ملي كتحطي راسك على المخدة كتلقاي بلي ما درتي حتى حاجة كتقربك للحلم ديالك. علاش؟ حيت انتي طايحة في فخ المستعجل. خاصك تفهمي الفرق بين المهم والمستعجل. المستعجل هو اللي كيغوت، تليفون كيصوني، ميساج واصل، حد باغي يهضر معاك، او حاجة خاصها تدار دابا، ولا غيطرا مشكل بسيط. هاد الشي كيسرق طاقة الدماغ وكيخليك تحسي براسك خدامة وانتي في الحقيقة غير طفاية حريق. أما المهم فهو اللي كيكون ساكت: القراية، تعلم لغة، بناء مشروع، الرياضة، تخطيط للمستقبل. هاد الشي ما كيغوتش. ما كاينش اللي غادي يقول لك نوضي ديريه دابا، ولكن هو اللي غادي يغير لك حياتك من هنا العام. شدي ورقة وقسميها لربعة. أولا مهم ومستعجل، كنكتبو فيه الأزمات. ثانيا مهم وغير مستعجل، هذا هو مربع الناجحين. هنا فين خاصك تعيشي، هنا فين كاين التخطيط والنمو. ثالثا غير مهم ومستعجل، هذا قللي منه، كتكون فيه طلبات الناس تافهة. ورابعا غير مهم وغير مستعجل، سجن ترفيه الدار، بلوكيه نهائيا.
الناجحة هي اللي كتسد الباب على المستعجل باش تعطي وقت للمهم الساكت. علاش أغلب البنات كيضيعوا في مربع غير المهم والمستعجل؟ حيت عندهم واحد المرض سميتو إرضاء الناس أو اللطف الزائد. ملي كتكوني إنسانة ظريفة بزاف ما كتقوليش لا، فراه في الحقيقة انت كتعطي الثروت ديال حياتك لأي واحد يجي يدق بابك. تخيلي معايا انت جالسة خدامة على المستقبل ديالك، كتدخل عندك اختك أو صاحبتك بمشكلة تافهة، أو كيعيط لك شي حد باغي غير يقتل الوقت، انت حيت حشومية وكيحسب ليك هذا هو اللطف كتقطعي الشغل ديالك وكتمشي معاهم. هنا انت دخلتي لمربع مستعجل ليهم هما وغير مهم ليك انتي. اللطف الزائد هو ضريبة كتدفعيها من عمرك. راه كل نعم كتقوليها لطلبات الناس التافهة، هي لا قاسية كتقوليها الأحلام ديالك. الناجحات كيعرفوا باللي لا هي كلمة مقدسة. تعلمي تقولي أنا مشغولة دابا، ولا ما نقدرش نجاوب حاليا. راه الناس غيولفوا الحدود اللي حطيتي ليهم، لكن انت متاحة دائما فقيمتك غتولي رخيصة ديما. كوني غالية بوقتك، واللي بغاك يلقاك في الوقت اللي حددتي ليه انتي، ماشي اللي فرضوا عليك هما. الساعات الأولى من النهار كي الرأس المال ديالك. أول ساعتين بعد ما كتفيقي هما اللي كيحددوا واش انتي قائدة ليومك أو ضحية ليه. أكبر جريمة كديريها في حق راسك هي أنك أول ما كتفتحي عينيك كتمشي للتليفون. في هذيك اللحظة انتي كتعطي التليكوموند ديال دماغك للعالم. كتدخلي تشوفي أخبار، فضائح، ناس زايدين عليك، كتدخلي في حالة ردة الفعل. دماغك كيولي مشتت قبل ما يبدا النهار. نظام الساعة الذهبية كيقول ليك أول ساعتين ديالك بوحدك، تليفون في مود افيون. علاش؟ حيت في الصباح هرمون الكورتيزول كيكون طالع باش يعطيك طاقة، وقدرة التركيز كتكون في القمة. هاد الساعتين هما فين خاصك ديري أصعب وأهم مهمة. تخيلي إلا خدمتي كل يوم ساعتين بتركيز عميق بلا تشتت، في العام هي 730 ساعة. هاد الساعتين بوحدهم يقدروا يخلوك تتعلمي حرفة أو لغة أو تبني بيزنس وانت باقا في داركم. الفرق بين اللي واصلة واللي باقا في بلاصتها هو شنو كيديروا مع 6 و7 ديال الصباح. واش كيبنيو ذاتهم ولا كيهدموا الوعي ديالهم بالسكرور في التيك توك؟ علاش الصباح وماشي الليل؟ كاين اللي كتقول لك أنا كائن ليلي. خليني نشرح ليك بيولوجيا النوم والتركيز. ملي كتنعسي بالليل الدماغ كيدير عملية تنظيف، كيغسل السموم اللي تجمعات طيلة النهار. ملي كتفيقي مع الفجر أو الصباح بكري كيكون الدماغ بحال ورقة بيضاء صافي، وفيه أعلى مستوى الدوبامين الطبيعي والسيروتونين. في الليل واخا تسهري الدماغ كيكون عيان ومثقل بقرارات النهار كامل. في الليل كيكون من السهل يغلبك العجز وتمشي للتفاهة، ولكن في الصباح كيكون عندك احتياطي ديال الإرادة في القمة. الاستيقاظ الباكر كيعطيك أسبقية سيكولوجية. ملي كتحلي عينيك والعالم مازال ناعس كتحسي براسك انت اللي سابقة، انت اللي مسيطرة. هديك السكينة ديال الفجر هي اللي كتعطيك الصفاء الذهني باش تاخدي قرارات مصيرية. راه الفرق بين ساعة ديال الخدمة مع 6 ديال الصباح وساعة ديال الخدمة مع 11 ديال الليل هو فرق في الجودة والإنتاجية اللي كتوصل 3 ديال الأضعاف. كوني مع البكور، تما فين كاينة البركة وفين كاين الذكاء. بزاف منكم غيقولوا لي أنا عارفة هاد الشي كامل ولكن ما عنديش القانع. خليني نصدمك، القانع عمرها ما غتجي. الدماغ البشري مبرمج باش يحميك من أي حاجة فيها مجهود أو تعب. غير كتفكري تنوضي تخدمي الدماغ كيبدا يحلل. وعلاش؟ راه البرد، خلي حتى الغدا. في أقل من 5 ثواني الدماغ كيقتل الفكرة. هنا كتحتاجي قاعدة ال5 ثواني، هي أداة لخداع الدماغ. ملي كتجيك الفكرة مثلا تنوضي تصلي ولا نوض نقرا أو تنوضي تخدمي، ما تعطيهش وقت يفكر. حسبي 5 4 3 2 1 ونوضي بحال الصاروخ اللي غينطلق. هاد العد التنازلي كيقطع حلقة التفكير وكينشط القشرة الجبهية في الدماغ المسؤول عن الفعل. انتي كتحولي راسك من مفكرة إلى فاعلة. الانضباط ماشي هو أنك تولي كتبغي الخدمة، الانضباط هو أنك تفرضي على راسك الفعل وخا كرهتيه. قاعدة ال5 ثواني هي الساروت اللي غيخرجك من سجن التأجيل. جربيها في الفراش، جربيها مع التليفون،
جربيها مع أي حاجة تقيلة على قلبك، كوني امرأة ديال الفعل ماشي ديال النوايا. خليني نعطيك قصص بسيطة باش تفهمي القوة ديال هاد القاعدة. تخيلي معايا اللحظة ديال لاغم مع 6 ديال الصباح، الجو بارد والمنطقة سخونة، وعقلك كيبدا يغني ليك غير 5 دقايق خرا، النعاس راه زوين. هنا فين كتحسمي المعركة. إلا عطيتي لراسك 6 ديال الثواني غطفي المنبه وتنعسي، ولكن إلا طبقتي 5 4 3 2 1 وطرتي من الفراش، راك ربحتي أول حرب في النهار. القصة الثانية، ملي كتكوني غادية في الزنقة وبان ليك شخص يقدر ينفعك في المشروع ديالك، أو بغيتي تدفعي لواحد الخدمة وبدا الخوف كياكل فيك، إلا فكرتي بزاف غتراجعي. حسبي 5 4 3 2 1 وديري الخطوة. هاد القاعدة هي المشرط اللي غيقطع حبال التردد. أنا شخصيا بزاف ديال المرات كنكون قدام التليفون باغا نضيع الوقت، كنحس براسي دخلت في الغيبوبة، كنغوت وسط راسي 5 4 3 2 1، كنحط التليفون وكنلقى راسي نط. هي أداة بسيطة ولكن المفعول ديالها نووي، حيت كتحيد ليك حق الاختيار من يد العجز وكترجعو ليد الفعل. جربيها اليوم في أبسط حاجة، نوضي غسلي الماعن، نوضي قراي صفحة، أو نوضي هزي التليفون وديري داك الاتصال اللي خايفة منه. بزاف ديال البنات كيقولوا بغيت نخدم، ولكن قليل اللي كيسول شنو عندي ما نعطي. العالم ما كيعطيكش الفلوس حيت انتي بنت ظريفة أو حيت محتاجة، العالم كيعطيك الفلوس مقابل القيمة اللي كتقدميها. السؤال اللي خاصك تطرحي على راسك هو: شنو هي المهارة اللي مستعدة نتمرمد من الأجل ديالها؟ النجاح ماشي هو تختاري حاجة زوينة، النجاح هو تختاري نوع المعاناة اللي تقدري تصبري عليها. إلا اختاريتي البرمجة، واش مستعدة للتمرميد ديال الكود اللي ما بغاش يخدم والسهر قدام الشاشة؟ ولا اختاريتي التجارة، واش مستعدة للتمرميد ديال الخسارة والتعامل مع الكليان الصعيب والمخاطرة؟ ولا اختاريتي اللغات، واش مستعدة للتمرميد ديال التكرار اليومي والحفظ اللي ما كيساليش؟ شوفي في السوق شنو محتاج، ماشي شنو انتي كتبغي كهواية. الهواية كديريها فاش كيكون عندك الوقت، والمهارة كديريها باش تدخلي الفلوس. البرمجة، التصميم، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، هادو مهارات كيجيبوا الفلوس حيت هما اللي كيحركوا العالم دابا. ما تبقايش عامة، كوني متخصصة. الميكانيكي العادي كياخد 50 درهم، ولكن المتخصص في محركات الفيراري كياخد الملايين. اختاري المعركة ديالك وكوني فيها انتي الأفضل. خليني نهضر معاك بمنطق الحساب والورقة والقلم، بعيدا عن الشعارات. السوق لا يرحم الضعفاء، والسوق ما كيعرفش فلانة ظريفة أو فلانة مسكينة. السوق كيعرف حاجة وحدة: شحال كتسوى المهارة ديالك. إلا كنتي نسخة مكررة من قاع البنات، إلا كان عندك نفس الدبلوم العادي ونفس اللغات الناقصة ونفس العقلية ديال فوقاش غيسالي الوقت باش نمشي لدارنا، فراه تاخدي نص الصالير الرخيص اللي كياخدوه قاع البنات. السوق كيعطيك الفلوس على قدر صعوبة التعويض ديالك. إلا كان أي واحد يقدر يدير الخدمة ديالك، فراه الصالير ديالك كيبقى دائما لتحت. ولكن إلا وليتي نادرة، إلا وليتي انت هي الساروت ديال واحد الحل كيحتاجوه الشركات أو الناس، انت تما اللي كتفرضي الثمن. القيمة ماشي هي شحال عييتي، القيمة هي شحال نفع هاد التعب ديالك. توقفي على أنك تكوني سلعة رخيصة في سوق الشغل، وكوني خبيرة المهارات اللي كيتسابقوا عليها. دابا كيفاش نطبقوا هاد الشي بالخطة اللي كيهرب منها 99% ديال البشر؟ خطة 90 يوم. القاعدة بسيطة: اختاري مهارة واحدة ومصدر واحد للتعلم، والتزمي بهم لمدة 3 أشهر بلا ما تشوفي لا يمين لا يسار. علاش 90 يوم؟ حيت الشهر الأول هو شهر الصدمة، والشهر الثاني هو شهر بناء العادات، والشهر الثالث هو فين كتبدا النتائج تبان والضباب يزول. قانون 90-90-1 لمدة 90 يوم. أول 90 دقيقة من يومك أعطيهم لمهمة وحدة. ممنوع تفرجي فيديوهات كتهضر على مجالات أخرى. إلا اختاريتي التصميم، عيشي التصميم وشوفي التصميم وتنفسي التصميم. واخا ديري غير ساعة في النهار، المهم ما تقطعيش. نهار تقطعي
كترجع لنقطة الصفر في بناء العادة. إلا كملتي 90 يوم غتكتشفي بلي وليتي في هاد المهارة أحسن من 80% ديال الناس اللي كيهضروا عليها وما كيديروهاش. هذه هي الطريق باش تولي طوب. الحماس هو ديك الشرارة اللي خلاتك دابا تسمعي لهاد البودكاست وتنزلي دمعة وتقولي والله حتى نتغير. ولكن خليني نكون معك صريحة، الحماس كذاب وغدار. الحماس كيكون معاك في الشمس، وملي كطيح الشتا وكيجي البرد والملل كيهرب ويخليك بوحدك. الانضباط هو اللي كيبقى. الانضباط هو اللي كيهزك من الفراش ملي كتكوني عيانة. الانضباط هو اللي كيخليك تجلسي قدام البيسي وتخدمي على المهارة ديالك وانتي طالعه ليك القردة وباغا غير تنعسي. فهاد 90 يوم غتحتاجي الانضباط أكتر من أي حاجة، حيت الانضباط هو اللي كيوصلك للبلايص اللي الحماس ما يقدرش يوصل ليها. الحماس كيوصلك غير لباب الملعب، ولكن الانضباط هو اللي كيجيب ليك الكاس. وما تنسيش، انتي ما محتاجاش تكوني متحمسة، انتي محتاجة تكوني منضبطة. كملي الطريق واخا قلبك باغي يوقف، حيت في النهاية ديال 90 يوم غتلقاي نسخة من راسك عمرك حلمتي توصلي ليها. اختيار المعركة هو أصعب قرار، حيت كيعني أنك غتضحي بجميع المعارك الأخرى. ما تقدريش تكوني بطلة في كل شيء، ولكن تقدري تكوني أسطورة في حاجة وحدة. حددي القيمة ديالك وركزي الليزر ديالك، واعطي راسك 90 يوم ديال الحبس الاختياري مع المهارة ديالك. انتي دابا مسلحة بوعي جديد، ما بقيتيش بنت غادية مع الموجة، وليتي قناصة كتعرف فين تضرب وفوقاش تضرب. بزاف منكم دابا كيحسوا بواحد القوة، بواحد النشوة ديال التغيير. هاد الشي زوين، ولكن خليني نحذركم، هاد الشعور غيموت غدا ولا بعد غدا، او فاش غتفيقي وغتلقاي الجو كئيب، او فاش غتوصلك خبر خايبة. هاد الحماس غيتبخر بحال الى عمرو ما كان. هنا فين كيطيحوا 99% ديال البشر، كيحسب ليهم بلي فاش كيمشي الحماس يعني الطريق ماشي ديالي، أو أنا ما عنديش العزيمة. الحقيقة هي أن الحماس مجرد تخدير للبداية، والعمل الحقيقي كيبدا ملي كيسالي الحماس. شنو ديري ملي يختفي الشعور الجميل؟ خاصك تكوني وجدتي النظام قبل ما يموت الحماس. نهار يغيب الحماس خاص الآلة هي اللي تخدم. خاصك تتعاملي مع أهدافك بحال الصلاة أو بحال غسل الوجه، ما كيتسناوش القانا. الحماس هو الوقود اللي كيشعل الموتور، ولكن الزيت اللي كيخلي الموتور يدور بلا ما يطرطق هو الالتزام بالوعد اللي عطيتي لراسك وانت في قمة ديال الوعي ديالك. نهار يغيب الحماس قولي لراسك انا دابا خدامة بالسيستيم ماشي بالمشاعر. وبزاف ديال الناس كيحسب ليهم باللي الناس الناجحين كيتعذبوا كل نهار باش ينوضوا يخدموا. الحقيقة هي انهم حولوا التمرميد العادة، والعادة ما كتحتاج مجهود ذهني. الدماغ كيكره المجهود. فاش كتبداي حاجة جديدة الدماغ كيحرق طاقة كبيرة باش يركز، هادشي علاش كتحسي بالتعب. ولكن ملي كديري نفس الحاجة لمدة 21 أو 60 يوم الدماغ كينقل هاد المهمة من الوعي للاوعي. كتولي كديريها بحال السياقة أو بحال غسل الأسنان بلا ما تفكري. ومن قوانين بناء العادة الحديدية، أول واحد فيهم هو الارتباط الشرطي. ربطي العادة الجديدة بحاجة كديريها أصلا، مثلا غير نشرب القهوة غنحل الكتاب. ثانيا قاعدة الدقيقتين، بداي العادة بشكل صغير بزاف لدرجة ما تقدريش تعكزي عليها. مثلا قراي غير 2 سطور، المهم هو التكرار ماشي الكمية في الأول. ثالثا تصميم المحيط، إلا بغيتي تقراي حطي الكتاب فوق المخدة، إلا بغيتي تخدمي وجدي المكتب من الليل. الهدف هو أنك تردي الخدمة جزء من الهوية ديالك، ما توليش باغا تخدمي، ولي إنسانة خدامة بالطبع ديالها. ملي كيولي التمرميد روتين العجز كينطاح حيت ما بقاتش عنده بلاصة. ولكن ردي بالك من واحد الحاجة، الانضباط بلا مكافأة كيوصل للاحتراق النفسي. دماغك محتاج يحس بلي هذا التعب عنده نتيجة ملموسة دابا، ولكن كان فرق كبير بين مكافأة الذات وبين السقوط في فخ الراحة القاتلة. كيفاش تحتفلي بذكاء؟ المكافأة خاصها تكون على المجهود ماشي على النتيجة. كملتي سيمانة ديال الانضباط كافئي راسك بشي خرجة زوينة، أو شري شي حاجة كنتي باغاها، أو غير تفرجي لشي فيلم كتبغيه. هاد الشي كيعطي إشارة الدماغ بلي هاد الخدمة راها زوينة
وكيقول ليه كمل فيها. أكبر خطر كديريه هو ملي كديري إنجاز صغير وكيحبس بيك تما، صافي أنا درت اللي عليا ونرتاح شهر. هذا هو فخ الغرور. المكافأة خاصها تكون وقود للمرحلة الجاية، ماشي نهاية المسار. احتفلي وانتي حاطة عينيك على الجبل اللي مورا هاد التلة. كوني قاسية مع الأخطاء ديالك ورحيمة مع التعب ديالك، ولكن حذرة مع النجاحات ديالك الصغيرة. النجاح الصغير يقدر يقتلك أكتر من الفشل، حيت كينومك. كوني دائما جيعانة للمزيد، والمكافأة هي مجرد استراحة محارب باش ترجعي بقوة أكبر. أكبر عذر كنسمعوه هو ما عنديش الفلوس باش نبدأ. خليني نصدمك، المال هو آخر حاجة كتحتاجيها باش تبداي. في عصر الانترنت الفلوس ما بقاتش هي العائق، الجهل هو العائق. إلا عندك تليفون وكونيكسيون راه عندك مصنع بين يديك. كيفاش تبداي بصفر درهم؟ بالاستثمار في رأس المال البشري اللي هو انتي. مثلا بيع الخدمات، تعلمي مهارة مثلا الكتابة، تصميم، المونتاج أو الترجمة وبيعيها. هنا رأس المال ديالك هو وقتك والجهد ديالك. أو صناعة المحتوى الهادف، الرأس المال ديالك هنا هو المعرفة ديالك والقدرة ديالك على التأثير. أو الوساطة الرقمية، ربط الناس اللي عندهم مشكل بالناس اللي عندهم الحل. المستثمر الصغير كيبدا بشنو عنده، ماشي بشنو كيتمنى يكون عنده. ما تسنايش حتى تشري ماك بوك باش تبداي، بداي بالتليفون اللي في يديك. الهدف الأول ماشي هو الربح السريع، الهدف هو التعلم. كل درهم كيدخل ليك وانتي بادية من الصفر كيسوى 1000 درهم جابتها ليك الظروف، حيت هداك الدرهم كيعلمك النظام والقيمة. وتوقفي على انتظار المستثمر، كوني انتي المستثمرة في راسك. دابا نهضروا على المعقول. بزاف منكم كيشكيو من الفقر وهما كيشريو قهوة ب30 درهم كل نهار، أو كيشريو حوايج ما محتاجينهمش غير باش يبانوا قدام الناس ما كيحملوهمش. هذا سميتو الانتحار المالي. قانون الادخار القاسي كيقول ليك عيشي جيعانة اليوم باش تعيشي ملكة غدا. إلا بغيتي تنجحي وانتي بادية من الصفر خاصك ديري ريجيم للمصاريف ديالك. هنا كاينة القاعدة ديال 20 30 50، ولكن في الحالة ديالك انتي غنعدلوها: 50 للضروريات، وصفر للرغبات التافهة، و50% للاستثمار في أدوات النجاح. حسبي شحال كتخسري في المكياج أو الحوايج ديال الموضة أو الماكلة ديال الزنقة. هاد الفلوس هي اللي غتشري ليك حاسوب غيخدم معاك 5 سنين وغادي يجيب ليك الملايين، وهي اللي غتشري ليك دورة تدريبية غتختصر عليك سنين ديال الضياع. ملي كتشري حاجة تافهة وانتي ما عندكش مهارة راك كتبيعي المستقبل ديالك على قبل لحظة ديال لذة قصيرة. كوني قاسية مع جيبك دابا باش جيبك يكون معاك رحيم من بعد. المال اللي وفرتيه من الادخار القاسي ماشي باش تخبيه تحت الوسادة، بل باش تشري بيه سلاحك. في عالم البيزنس الأداة هي اللي كترفع الإنتاجية ديالك، الحاسوب هو المحرك ديالك، الدورة التدريبية هي الخريطة ديالك، والمادة الخام هي العجينة ديالك. تعلمي تفكري بحال المقاولات الكبار. قبل ما تخسري درهم سولي راسك: هاد الدرهم شحال غتجيب ليا من درهم آخر؟ إذا شريتي صباط ب500 درهم العائد هو صفر، ولكن إذا شريتي كتاب ب100 درهم العائد يقدر يكون فكرة تجيب ليك الملايين. الفرق بين الغني والفقير هو أن الفقير كيشري الأشياء، والغني كيشري الأصول اللي كتجيب الفلوس. كوني ذكية واستثمري في الأدوات ديالك وطوري المهارات ديالك. هذه هي الطريق الوحيد اللي غتخليك تخرجي من حفرة الصالير لقمة الثروة. وصلنا لنهاية هذا الرحلة، صفينا الوعي وحطمنا سجن الدوبامين وتفاهمنا مع التمرميد ورسمنا الخريطة المالية. دابا الكرة في يديك والهضرة سالات ووقت تمارا بدا. وما تنسيش، النجاح ماشي ضربة حظ، النجاح هو تراكم ديال قرارات قاسية كتاخديها كل نهار. نوضي ديري شي حاجة لراسك، نوضي تقاتلي على هاديك السيدة اللي غتوليها من هنا ل5 سنين. أنا درت اللي عليا، دابا الدور عليك انتي. نوضي تمرمدي.